السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فطاير طرية ولذيذة من غير لبن ولا بيض ولا زبادي ولا لبن بودرة ولا أي شيء مكلف. هتعمليها بمنتهى البساطة ومش هتاخد معاكي 10 دقايق بأي حشوة انت عايزاها. ممكن تحشيها حلو وممكن تحشيها حادق على حسب ذوقك. تاخديها بقى معاكي في النادي، ممكن كمان لأولادك في المدارس. هتعمليها بمنتهى البساطة وفي وقت قليل جدا، ومش هتكلفك ولا مجهود ولا وقت. لو كنتم أول مرة تشوفوني فدي قناتي، أنا غدا خطاب. ننزل على طول نعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وعلى طول هنبدأ بقى في الوصفة بتاعتنا. أول ما هنستخدم كوبايتين مية، ونسيب نص كوباية مية كده على جنب عشان اللي محتاجناه. ونروح نازلين على المية بمعلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية، وعليها معلقة كبيرة من السكر، وعليهم نص معلقة كبيرة من الملح. وهنقلب بقى كل الخليط ده معانا كويس جدا لغاية ما الخميرة تدوب معانا وتظهر على الوش كده فقاقيع كده صغيرة، عشان نتأكد فعلا ان الخميرة تمام. وهنجيب على طول 3 كوبايات كبار من الدقيق المنخول، وننزل على طول على المية بتاعتنا والخميرة. وهنقلب بقى الخليط ده معانا كويس جدا لحد الدقيق ما يتشرب كل السوائل الموجودة. هنسلك بقى الاسباتيولا بتاعتنا خالص، ونبدأ بقى نعجن بإيدينا ونلفها كويس جدا لحد ما نتأكد إن العجينة اتعجنت كويس. وأنا بعجن حسيت إنها محتاجة معلقتين كبار من المية، ما تزودش على كده لحد العجينة ما تتلف كويس. وفعلا ما احتاجتش أكتر من معلقتين مية لحد العجينة بتاعتي ما بقت بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. هركنها بقى على جنب شوية لمدة 5 دقايق ترتاح سنة. وهجيب نص كوباية زيت على سمن واركنهم معايا في طبق كده على جنب. وابدأ بقى اقطع العجينة بتاعتي، ما سيبهاش تخمر نهائي. انا عايزاها بس ترتاح لمدة 5 دقايق عشان اعرف اقطعها بعدد الفطاير اللي انا محتاجاه. شوفي انت محتاجة كام فطيرة تطلعيها من العجينة اللي معاكي وتقطعيها على حسب العدد اللي انت عاوزاه. انا طلعتها هنا على عدد 8 فطاير، هو ده العدد المطلوب بالنسبة لي، أنا مش عايزاها أصغر من كده. هتطلع بحجم معقول جدا ومناسب قوي كمان عشان ما تنشفش منك في الفرن. وهاخد بقى كل قطعة من دول وهبدأ كده أكورها كده على جوه بحيث إنها تكون كورة كده وشكلها منتظم في إيدي زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. وهروح نازلة بيها على طول في خليط السمنة على الزيت وأقلبها كده وش وظهر بنفس الطريقة دي كده، وهسيبها بقى. وهروح على طول للكورة اللي بعد منها بنفس الشكل، وهعملها بنفس الشكل المنتظم كده، وهنزل بيها برضو بالسمنة على الزيت اللي معايا لحد ما هخلص كل الكمية اللي معايا بنفس الشكل وبنفس الحجم. أنا مش عايزاها أكبر من كده، أنا عايزة الفطاير كلها تطلع معايا نفس الحجم لحد ما هخلص كل الكمية اللي معايا وهرصها في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ على طول أشتغل فيها، أنا ما سبتش العجينة تخمر في أي خطوة من الخطوات. وعلى طول هاخد أول قطعة معايا وهبططها زي ما احنا شايفين كده. وكل ما تبططي وتشدي زي الفطير بالظبط هتجيب معاكي نتيجة ممتازة. وكل ما ترققي الفطيرة اللي معاكي أو قطعة العجينة اللي معاكي وتشديها هتجيب معاكي نتيجة هايلة جدا، لأن كل ما كانت العجينة رقيقة هتطلع معاكي الفطيرة هشة كمان ومورقة وجميلة جدا. وزي ما احنا شايفين كده أنا بشد قطعة العجينة لبره عشان أنا عايزة أجيب أكتر نتيجة مرضية بالنسبة لي، واخليها رقيقة وشفافة يعني يبان السطح اللي تحت العجينة بتاعتي على قد ما اقدر. شايفين انا بحاول ارقرق كده على قد ما اقدر جدا عشان هتجيب معايا نتيجة كويسة. وهطبق كده الجنب اليمين والجنب الشمال عشان المنطقة اللي في النص دي هي اللي هحط فيها الحشوة بتاعتي. شوفي بقى الحشوة اللي عندك خليط جبن، عندك جبنة بيضة، براميلي، جبنة رومي، شيدر، موتزاريلا، اي جبنة عندك ممكن تحطيها في الخلطة دي. مش بس جبن، ده انت ممكن تحطي لحمة مفرومة، ممكن تحطي فراخ، وكمان ممكن نحط لانشون او بسطرمة او سوسيس، اي حاجة متاحة عندك ممكن تحطيها. وهنجيب بقى الجنب اللي فوق وهنطبقه الجنبين دول كده على بعض، اللي فوق واللي تحت هم تطبيقتين 2 بس. وبعد كده هنجيب صاج مدهون حاجة بسيطة خالص زيت وهنحط أول قطعة معانا. وبعد كده هنشتغل في القطعة اللي بعدين. هنجيب بقى القطعة اللي بعد كده وزي ما قلنا هنرقرق على قد ما نقدر، لكل ما تخلي القطعة اللي معاكي شفافة هتجيب معاكي نتيجة هايلة جدا في الفطاير اللي احنا بنعملها. شايفين انا بحط الجبن اللي معايا
أي نوع جبن أنتِ عايزاه. وهنا حطيت بسطرمة كانت فاضلة عندي في التلاجة برضه، هتطلع طعمها تحفة جدًا في الفطاير السريعة اللي إحنا بنعملها دي. وهنرصها في الصاج بتاعنا بنفس الطريقة. شايفين الفطيرة سهلة جدًا وما بتاخدش مننا أي وقت، ولا وقت ولا مجهود ولا أي مقادير عندِك. كل الموجود عندِك في التلاجة ممكن تحطيه. أنا في الفطيرة دي كان عندي فلفل أخضر، وعندي كمان الجبنة، وعندي كمان شرايح زيتون، حطيتها جوه الفطيرة بتاعتي وقفلت عليها بنفس الطريقة. شايفين سهلة جدًا يا بنات ومش بتاخد منِك أي مجهود. شايفين ما شاء الله وشكلها ظريف ولذيذ جدًا. هنا أنا خلّصت الكمية اللي معايا كلّها، فاضل بس اللي عندي أدهن الوش. هنا لو عندِك بيضة، عندِك شوية لبن وعليهم حبّة سُكّر، عندِك شوية مَيّة وعليهم حبّة سُكّر، أي حاجة عندِك ممكن تدهني بيها الوش عشان اللمعة وشكل الفطيرة بتاعتِك يبقى حلو كده ولذيذ ويفتح النِفس كده للأطفال. وهنروح راشين بقى على الوش كده حبّة البركة أو سمسم، أو مش عايزة تحطّي حاجة خالص على الوش وتسيبيها سادة، طبعًا دي معاكِ أنتِ وذوقِك، اللي أنتِ عايزاه ممكن تضيفيه. ممكن كمان تحطّي شوية جبنة رومي على الوش كمان بتخلّي شكلها هايل جدًا. وهاروح واخدة بقى القطّاعة بتاعتي وعاملة خطوط كده طول وعرض كده من على الوش بتاع الفطيرة بتاعتي، زي ما إحنا شايفين بنفس الطريقة كده عشان تدّيها شكل جمالي كده ظريف من على الوش. وهاروح بقى ساعتها مسخّنة الفرن على درجة حرارة عالية، وحاطة الصاج بتاعي على الرف الأوسط لمدة تِلت ساعة. وبعد كده هاطلّعها بقى من الفرن واغطّيها بصينية أو اغطّيها بفوطة لمدة 10 دقايق عشان تطلّع لي الفطاير بتاعتي طرية كده ولذيذة زي ما إحنا شايفين بنفس الشكل ده كده. طلّعت عندي مجموعة من الفطاير تحفة جدًا، ريحتها وطعم وشكل ولون مش ممكن. زي ما إحنا شايفين كده مش هتصدّقي إن الفطاير دي ما خدتش منِّك أكتر من 10 دقايق. حقيقي هايلة جدًا ولذيذة ووقتها سريع. ممكن تستخدميها في فطار أو في عشا، وممكن كمان كوجبة سريعة كمان في الغدا، مش هتقول لِك لأ. زي ما إحنا شايفين كده شكل الفطاير شهي جدًا ومغذي جدًا بالحاجات اللي أنتِ حاطاها وحاشياها جوه الفطيرة. شايفين ما شاء الله الجبنة تحفة جدًا والبسطرمة، ده غير كمان الزيتون والفلفل. وممكن كمان تحشيها شوكولاتة أو نوتيلا أو زبدة لوتس أو زبدة فول سوداني زي ما أنتِ عايزة وعلى حسب ما ولادِك بيحبوا. وبكده نبقى خلّصنا الفطاير السريعة بتاعتنا النهارده. حقيقي سريعة ومش هتاخد منِّك أي وقت. أتمنى تجرّبيها. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال. وما تنسونيش في الاشتراك بالقناة واللايك المهم جدًا للفيديو. ده غير كمان فيديوهات المدارس ومخبوزات المدارس اللي موجودة عندي في القناة، انزلوا اتفرّجوا عليها. وما تنسونيش كمان من صالح دعواتكم. أتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.